بيقول لك مرة طفل بيسأل أمه يعني إيه ملاك؟ قالت له مخلوق من نور وبيطير في السماء. الولد قال لها سمعت بابا بيقول لي شغالة يا ملاكي بس ما طارتش. قالت له النهاردة هتطير هي وأبوك مع بعض إن شاء الله. بيقول لك وفاة فتاة تبلغ من العمر 19 عام، والأطباء أكدوا إنها دخلت المطبخ وغسلت كل الصحون، وفي النهاية اكتشفت إن النهاردة الدور على أختها في الغسيل. واحد كاتب على الفيس الفيزياء كادت أن تكون أسهل لو كانت الشجرة هي اللي سقطت على نيوتن وليست التفاحة. الله عليك يا ابني. بيقول لك من فوائد الغش في الامتحان: أولا تقوية عضلات العين، ثانيا تقوية حاسة السمع، ثالثا تقوية العلاقات الاجتماعية ونشر روح التعاون، والنتيجة إسعاد الوالدين. بيقول لك من طلب العلم سهر الليالي. انا سهرت الليالي والنهاري والعصاري والزهاري وما شفت الا اصفاري. واحد كاتب بوست على الفيس وبيقول لك اذا كنت مهموم نحن معك، واذا كنت مجروح نحن معك، اذا كنت مخنوق نحن معك، اذا كنت فرحان نحن معك، اذا كنت حزين نحن معك، انما لو محتاج فلوس الله معاك. بيقول لك تسلسل الارتياح عند العرب: هترتاح بس لما تكبر، هترتاح بس بعد الثانوية، هترتاح بعد الجامعة، هترتاح بعد الشغل، هترتاح بعد ما تتجوز، هترتاح بعد ما تجيب أولاد، هترتاح بعد ما تجوز أولادك، هترتاح بعد ما يكون عندك أحفاد، ولما يموت يقول الله يرحمه ارتاح. بيقول لك للرومانسيين فقط: أصعب حب هو حب الأكل والنوم، أصعب فراق هو فراق المخدة في الصباح، أتعس إحساس الإحساس بالجوع، أجمل إحساس إنك تكون شبعان. الله عليك يا ابني. بيقول لك بتستغرق المرأة 30 ثانية لتبلع الأكل، أما الرجل غمض عين فتح عين نص الفرخة راحت فين. بيقول لك مرة واحد بيسأل ست عندها 8 أولاد، بيقول لها أنت بتحب مين فيهم أكتر؟ قالت له أنا لو بصيت لواحد منهم بشوفه 8، ولو بصيت لل8 بشوفهم واحد، إنما لو احتجت حاجة ما بلاقيش كلب واحد منهم. واحد بيقول لك لو نمت ببطانية واحدة وقمت لقيت عليك بطانيتين اعرف إن ده حنان الأم، وإذا نمت ببطانيتين وقمت لقيت بطانية واحدة اعرف إن دي ندالة الأخ، وإذا نمت ب20 بطانية وصحيت لقيتهم 40 اعرف ان اختك بتنظف الاوضه، ولو صحيت في نص الليل وانت ميت من البرد ونايم على الارض ومفيش عليك ولا بطانيه اعرف انك مزعل مراتك. بيقول لك مره واحد محشش اتصل على الاسعاف قال لهم الو، الاسعاف بيقول له خير عندك ايه؟ المحشش قال له الحمد لله 3 اولاد. الاسعاف قال له ربنا يخليهم لك، انا قصدي الحاله اللي عندك ايه؟ قال له والله عاطل من العمل. الاسعاف قال له يا اخي انت ايه مصيبتك؟ المحشش رد وقال ولا اي حاجه، بتصل اسلم عليكم علشان ما تقولوش مصلحجي مش بيتصل الا ما يكون عاوز حاجه. بيقول لك الاصحاب في امريكا لو عندهم موضوع مهم يقول لك احنا لازم نروح الكافيه ونتكلم شويه، انما لو عندنا حتى لو انت في الحمام يجوا يخبطوا على الباب ويقول لك ايه رايك في الموضوع ده؟ شعب غريب. بيقول لك عندنا في كل فرح لازم تلاقي بنت بتشرح الاغنيه بايديها، معرفش مين اللي قايل لها ان المعازيم صم وبكم. واحد غبي كتب على الفيس انا مش زعلان لان قعدت ساعتين بدور على الريموت وهو في ايدي، اللي مزعلني ان وطيت الصوت شويه بالريموت علشان اعرف ادور كويس. بيقول لك الست المصرية لو جت تدور على حاجة ضايعة منها في البيت الأول لازم تفك شعرها وتربطه تاني علشان تحول الشبكة من 3G إلى 4G لتقوية إشارة البحث. سبحان الله. بيقول لك السيجارة الواحدة بتنقص عمر الإنسان 11 دقيقة، والضحك بيزيد عمر الإنسان 15 دقيقة. دخن وانت بتضحك واحصل على 4 دقايق مجانا. بيقول لك الزهايمر مرض بيظهر عند الإنسان بعد تقدم العمر، إنما البهايمر هو تأخر الإنسان في الإدراك والفهم، إنما الحمايمر ده بيكون عند الإنسان اللي لا عنده لا إرسال ولا استقبال. واحد كاتب على الفيس اللي محتاج يشكي همه ويرتاح الشكوى عندي ب10 جنيه، لو عايز تشكي مع بكاء
تبقى ب15 جنيه، شكوى مع حل للمشكلة تبقى ب20 جنيه، إنما لو شكوى مع حل للمشكلة مع دعاء تبقى 25 جنيه. كل الناس عاملين مشاريع فقلت استرزق. واحد تاني كتب على الفيس: سأحكي لكم عن أهم إنجازاتي وكيف بدأت من الصفر وكيف أصبحت تحت الصفر. الله عليك يا ابني، دي معجزة. بيقول لك العلاقات العاطفية تبدأ بيحظ بيك وتنتهي بيلعن أبو الحظ واليوم اللي جمعني بيك، سبحان مغير الأحوال. بيقول لك بنات الأيام دي تفقع مرارة صاحبها وبعدين تكتب لو كان خيرا لبقى. والله يا بنتي ده لو كان مشلول لمشى. بيقول لك الشاب المصري يوصي حبيبته انها تاكل وتبقى مربربه وبعدين يتجوز على ذوق امه. طيب بالنسبه للبقره اللي ربتها هنعمل فيها ايه؟ بيقول لك احلى حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي انك تحب الروح قبل الشكل وفجاه تشوف الشكل وتروح عامل بلوك للروح. بيقول لك دراسة في علم النفس عن المرأة بتقول إن الأنثى اللي بتقول إنها بتحب أولادها أكتر من زوجها فدي بتبالغ جدا، لأنها ممكن تسيب أولادها عند جارتها طول اليوم وما تقدرش تسيب جوزها عند جارتها 5 دقايق بس. بيقول لك مرة واحد شيخ دخل البيت لقى مراته نايمة فقال: الحمد لله الذي أخمد هذه الفتنة. فردت عليه وقالت: لعن الله من أيقظها. واحد اتخانق مع مراته في لحظة غضب قال لها: خدي كل اللي يخصك وامشي من هنا. في اللحظة دي مسكت ايده، حس بالخجل وبص في عيناه، قالت له: اقلع الساعة دي، انا اللي جايبها لك يا روح امك. أعان الله زوجا استيقظ من نومه ليلا، اطلع على يمينه فلم يجد زوجته، فاطلع على شماله فلم يجد هاتفه. الله يكون في عونك يا ابني. النصيحة اللي اقدر اقولها لكل بنت مصرية: لو جوزك زعلك امسحي المكياج واربطي شعرك وانزلي واجهيه راجل لراجل، انما حركة خدني على بيت اهلي دي بطليها خالص. بيقول لك من اهم الظواهر الغريبة المنتشرة حاليا وهي تربية الكلاب والقطط في البيوت وتربية الاولاد في الشارع، سبحان الله. بيقول لك كل وطن هو الا الوطن العربي، بتحسه مرات ابوه. بيقول لك تعريف التنزه مع العائلة هو تكميل مشاكل البيت في الهواء الطلق وأمام الناس. واحد كتب على الفيس: من أهم صفات الزوجة الناجحة هو الطبخ. ردت عليه واحدة وكتبت: أكبر طموح عند البهايم هو علفها، هنا بقى طبخت جبهته. واحد بيتصل بزوجته بيقول لها: تعرفي الايفون 8 الوردي اللي كان عاجبك لونه؟ قالت له: اه يا حبيبي عارفاه. قال لها: اشتريت لك حجاب نفس اللون. صدقني يا اخي انت لا عندك احساس ولا ضمير. بيقول لك الشاب المصري بيدوب مرتين، المرة الأولانية لما بنت تقول له بحبك فيدوب فيها ويحبها قوي، أما المرة التانية لما تقول له تعالى اخطبني هنا بقى بيدوب زي الملح وبيختفي. بيقول لك مرة شاب اتعرف على بنت على فيسبوك فبيسألها: انت عيونك لونها ايه؟ قالت له: ازرق. قال لها: ومن غير عدسات؟ قالت له: عسلي. قال لها: ومن غير كدب؟ قالت له: اسود. قال لها: ومن غير حلفان؟ قالت له: حولة. قال لها: وبالحلفان؟ قالت له: انا محمود صاحبك. بيقول لك مرة واحد بيقول لحفيده: قوم استخبى علشان مدير مدرستك جاي يزورنا وانت ما رحتش المدرسة النهاردة. الولد قال لجده: قوم انت استخبى علشان انا قلت للمدير انك متوفي علشان اقدر اغيب. وبالنسبة للاستاذ فهو جاي يحضر العزاء. بيقول لك زوجة إيطالية ضربت زوجها بالقلم على وشه فرد عليها وقال لها: ليه كده يا حبيبتي؟ فقالت له: أنا كنت متأكدة إنك بتحبني، وغمزت له وضحكت. بيقول لك بقى فوزية سمعت بالقصة فحبت تقلدها، وهي قاعدة في البيت مع زوجها بالليل قامت ضرباه بالقلم على وشه. بيقول لك الست اللي كانت بتغسلها بتقول الله يرحمها ما كانش في بقها ولا سنة وعينها اليمين لحد الوقت بندور عليها مش لاقيينها.